مصدر من انبي علي محمود يرفض العروض الخليجية والليبية ويتمسك حتى الآن بخطوة النادي الأهلي. فاكرين من يومين كده لما قلت لكم ان النادي الاهلي مش هيستعجل في حسم صفقة علي محمود لان الاهلي معاه رغبة اللاعب واللاعب متمسك بالانتقال للاهلي دون غيره. بالفعل مصدر من نادي انبي قال ان علي محمود حتى الان يتمسك بالانتقال للاهلي فقط دون غيره، رافضا مناقشة العروض الليبية زي اهلي طرابلس والعروض الخليجية زي الجزيرة الاماراتي، رافضا الضغوط التي تمارس عليه من ايمن الشريعي من اجل الرحيل للاعلى سعر. يعني كده علي محمود هو اللي بيجبر ايمن الشريعي على التفاوض مع النادي الاهلي من اجل انتقاله الى النادي الاحمر. وفي النهايه تبقى كلمه، علي محمود لاعب يستاهل ان النادي الاهلي يدفع فيه فلوس نفس اللي دفعناها بالظبط في صفقة عمرو الجزار. يعني اشمعنى الاهلي بيوافق على طول يدفع فلوس كتيرة جدا في صفقات فاشلة زي عمرو الجزار وعمر الساعي، وفي الصفقات بقى المهمة المفيدة بنلاقي بخل ورفض ان احنا ندفع فيه فلوس كويسة؟ علي محمود لاعب يستحق ان احنا ندفع فيه فلوس كتيرة. مش مهم اقطاع عبد الله، مش مهم حامد عبد الله، ولكن علي محمود لاعب مختلف هنندم عليه لو ما جبناهوش.